الملاكمه الحين يحتاج يعني انه يقدرون اللاعبين ويطلعونهم زياده، معسكرات خارجيه، بطولات يلعبون اكثر. لان كثر ما يحتك اللاعب كثر ما يصير عنده تزيد فنياته، تزيد مهاراته، يقدر يلعب، يقدر يأدي. الجلوفز، خلينا نتكلم عن الجلوفز اللي تستخدمونه في البطولات وهذا. هل مهم انه يكون يعني تصنيعه جيد ولا انه ممكن تلعب به جلوفز عادي ما يكون مشكله؟ اي تلعب باي جلوفز، بس في مقاسات للجلوفز. مرات انت تلبس جلوفز مثل جلوفز الام وايد صغير، فايدك تكون خفيفه. اما احنا نلعب في البطولات من وزن 64 وفوق، من وزن 69 تلعب ب 12، يكون مقاس الجلوفز 12. من 64 وتحت تلعب بجلوفز 10. في نوعيات مختلفه ولا نوع واحد؟ لا، احسن نوعيه تقريبا يعني كظاهره توب 10. توب 10 احسن نوعيه يعني حق الجلوفز. هذا اكثر شيء يعني يستخدمونه عالميا يعني. هذا رايي، ما ادري عاد انا راي الناس. خلينا نتكلم عن محمد ادري. قول ولا بالعكس. نتكلم عن الاحذيه وغيره هذا كله يتوفر لكم من النادي نفسه ولا انتم كلاعبين تروحوا تشترون هذا القفازات؟ انا والله النادي موفر لي الباندج، واقي اسنان. مرات انا اشتري الواقي اسنان، مرات هم انا اشتري الباندج. تكرم الجوتي انا اشتري الباندج اللي هو اللفاف الايد. اي، والواقي الاسنان مرات تاخذ من النادي، مرات انا اروح اشتري. وتكرم الجوتي لا انا اشتري. في جوات مالت النادي يعني يوفرون لك النادي بلا تكرم بس الجوتي. مو بذيك الجوده يعني مو الجوده الجيده. يعني تكرم جوتي عادي. والجلوفز بالمباراه تاخذونه؟ اي الجلوفز الحين قام يحطونه تحت الحلبه قبل لا تصعد اللعبه، يلبسونك جلوفز من عندهم من بطوله. دائما في نقد على المعسكرات داخل الانديه، ان المعسكرات يعني اللي بالخارج دائما ضعيفه، لعب يصير ما منها اهميه، ما منها فائده، مجرد تسليه للاعبين والجهاز الاداري. دائما هذا النقد نسمعه من الجماهير الكويتيه ومن الصحفيين الرياضيين. المعسكرات بالكويت يعني اللي تعسكرون فيها برا، خلينا نقول، لها فائده؟ معسكرات برا شنو؟ النادي يطلعك ولا منتخب؟ اي منتخب ولا نادي؟ يعني دائما نقول لنا في لعب بالمعسكرات، ما شفت نتائج. نادي انا ما طلعت ولا مره مع نادي. لاعبين النادي كلش ما طلعت وياهم. انت ما طلعت ولا ما سووا معسكر؟ النادي كله ما طلع، لاعبين النادي كله ما طلع. بس دائما محط انتقاد من المعسكرات بالخارج اللي قاعد تصير، ما منها فائده، لا فائده ولا عايده ولا لها ايجابيه على المنتخب. يعني دائما نسمع هذا الكلام من جميع الالعاب. انا ما طلعت، ما اقدر ارد عليك لان انا ما طلعت اساسا مع النادي كمنتخب. خلينا نقول منتخب قبل غير منتخب الحين. معسكرات انا يعني. طلعت معسكر الحين الاردن، كان وايد يعني اهتمام وتمرين وجد يعني. استفدنا من هالمعسكر هذا. نتمنى اصلا من الاتحاد الجديد انه يكون يعني يطلعون اللاعبين زياده معسكرات. نتكلم عن لعبه الملاكمه، هل متوفره في جميع انديه الكويت ولا انديه محدده؟ تقريبا الحين 9 نوادي. على حسب علمي 9 نوادي فيها يعني مو ال 14 نادي؟ لا مو 14 نادي. هل متوازي يعني بشكل كلي في بطولاتهم الانديه يدشوا 9 نوادي كل البطولات متوازيه ولا لا؟ والله بطولات الرجال المتميزين نادي الكويت، السالميه، صليبيخات، فحيحيل، تضامن، الساحل عندهم كم لاعب، تو الساحل يعني نادي جديد. اي في لاعبين، خلينا نتكلم انه في لاعبين دائما ياخذون، تعرف اللي تكرار، كل ما اخذ بطوله الكويت دائما ياخذها بشكل كبير، عرفت؟ فما يفكرون هذول اللاعبين انه ممكن بيوم من الايام انه خلينا نفتح المجال حق غيري، اخلي هذول يعني اللاعبين الصغار او اللاعبين اللي هم اللي ياخذون يلعبون عشان يكون في روح المتعه في البطوله. هذا ما تقدر، لان انت النادي يجبرك فيها، هذا لان انت عندك احتراف جزئي تاخذ، ما تلعب هالبطوله انا احاسبك. انت شلون ما تلعب هالبطوله؟ انت مجبور تلعب. يعني في بطولات ان الرجال، خصوصا الرجال ماسكين اوزانها. انا شفت هالشغله اللي انت تتكلم عنها في كيك بوكس مع اللاعب عبد العزيز مراد. يعني هذا لاعب يعني ما شاء الله عليه مهتم بلعبه الكيك بوكس، من احسن لاعبين كيك بوكس عبد العزيز مراد. متمرس فيها عبد العزيز مراد. ترك الحين الكويت يقول انا ما العب. انه مستوى اعلى، مو مستوى اعلى، انه تارك المجال لغيره. اذا هو دش ما حد يلعب.
حلو. اكيد راح نكمل محور حديثنا مع ضيفنا الملاكم علي مظفر، لكن بعد هذا الفاصل. كل شيء لنا سوى حتى نسمات الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. من عمر واحنا لبعضنا من عمر، تجمعنا الحكمة مع بعد النظر. من عمر واحنا لبعضنا من عمر، تجمعنا الحكمة مع بعد النظر. كل شيء لنا سوا حتى نسمة الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. كل شيء لنا سوا حتى نسمة الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. كل شيء لنا سوا حتى نسمات الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. كل شيء لنا سوا حتى نسمة الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. من عمر واحنا لبعضنا من عمر، من عمر. ردينا بعد هذه الأغنية الوطنية الجميلة، فعلا أغنية كلماتها روعة وغناء ولا أروع من المطربين المخضرمين. ننتقل حق فقرة المانشيت، نبي ضيفنا تشاركنا مو المانشيت، فقرة ما حدث في هذا اليوم. الخبر الأول عندك جراح، تفضل. أكيد طبعا الخبر الأول يقول حدث في هذا اليوم أن ولدت الفنانة المصرية نادية الجندي، نقول لها كل عام وأنت بخير وعقبال المليون سنة يا رب. وطبعا الفنانة نادية الجندي فنانة قديرة من الفنانات المصريين المبتهرين والمتميزين دائما. اسمك فنانة الجندي؟ ما شفت حسن. زين، خبرنا الثاني لهذا اليوم طبعا يعتبر هذا اليوم هو يوم عيد للعمال في مدينة ملبورن في استراليا. طبعا مدينة ملبورن في استراليا من احسن المدن في استراليا اللي انا ما اعرفها. انا ترى استمتع بالاعياد الكثيره، يعني عيد عمال وعيد الام والامور. خلينا نسوي شوي مثلا نقول متعه، يعني في عيد الخبز محمد بالصين، واسبانيا تحدث وثيران بالشوارع يقطون مقطع. شوف شنو عندنا احنا؟ عندنا عيد الاضحى وعيد الفطر يا ايوب، بس يكفينا. انا والله استمتع في عيد المعلم والعمال وهذه الامور، لانه حلو انه تقدر المعلم خوش محل، الموظفين. خوش محل المعلم. طبعا وكذي خلصت حلقتنا اليوم. طبعا اكيد استمتعنا معك ضيفنا اليوم علي. نبي منك كلمه اخيره. اول شيء اشكر قناه الشاهد يعني على استقبالي، واشكر طبعا المذيعين المتألقين. وبس عندي كلمة بسيطة للنوادي، يعني نوادي يعني ما تعطي اللاعب استغناءه، يعني تمسكه. مثل أنا عندنا أخونا بدر جزء لاعب ما شاء الله فنان، بس نادي العربي يعني الإدارة القديمة ماسكتهم والحين ما قاعد يخلون اللاعب يلعب. فهذا يعني يوقف اللاعب عن اللعبة. فأتمنى أن يعطون اللاعب، أي لاعب يبي استغناء يبي أي شيء خليه يوقفون ويا اللاعب، خاصة الاتحاد. صحيح. في بعد كلمة؟ بس شكرا. يعطيك العافية أبو علوة، ويعطيك العافية ويعطيك العافية رقيتنا لليوم.
نشوفكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده والرقيه حمراء احس محمد، ولا ايش رايك؟ اطرح شوف. ترى انا جايبها حق نادي العربي. شوف من وفهم صوت عاد. شوف من صوتها يبين. ايه حمراء. حمراء. خلصت حلقتنا ختاميه عند اخوي محمد رضا. يعطيك العافيه جراح، يعطيك العافيه الرقيه ما قصرت نورتنا في استديو برنامج جاذرينج. عليوي مظفر يعطيك العافيه نورتنا الامانه، كل توفيق لك يا رب. وتابعنا شوفونا باكر في حلقه جديده من برنامج جاذرينج. كالعاده متابعة